إذاعة، وهي كانت بلندن رحلة العلاج. صارت علاقتنا وأنا كنت أسافر للندن أشوفها ونتكلم على شغل واتفقنا. يعني تعرفت عليها بالصدفة ولا لا مخصوص؟ لا مخصوصا تعرفت عليها لأنه من قبل رشحنا لفيلم تشارك معنا لفيلم عالمي. بتخططوا لفيلم عالمي تقوم بطولتها مع ممثل العالمي ميل جيبسون. كانت فيلم تاريخي، كان فيها أساتذة من مصر كمان موجودين زي أستاذ علي بدر خان وأشخاص التانيين. بعدين في هذا الوقت اتفقنا، هي كان بيجيله سيناريوهات من الأشخاص في مصر، قال ده حاجة جميلة، احنا نعمل ده ونعمل أعمال مختلفة. هي ذوقها دايما مختلف تماما، ما تشبه أي حدا باختياراتها بكلمات بكل شيء. انطباعاتك عنها ايه؟ على الفنانة سعاد حسني، يعني كإنسانة كشخصية. أول شيء إنسانة بسيطة جدا جدا، وست عفيفة ومحترمة وعزت نفسها كبيرة قوي قوي. ست ما توصفش بكلمة ولا بالساعات تحكي عنها، سيدة عظيمة وبسيطة وفنانة من درجة أولى، عيار ثقيل. يعني أنا بشوفها أهم فنانة ظهرت على شاشة، يعني أحسن فنانة على الإطلاق، وسيدة كتير بتواضع. ما حسيش نجمة كبيرة لما تقعد معاها، ما تحسيش يعني هي فنانة كبيرة ونجمة كبيرة، بسيطة جدا جدا جدا. اخترت الكلمات ازاي؟ هي اختارت من كلمات صلاح جاهين. يعني انتوا اتفقتوا على انك هتلحن لها وهي طبعاً. اختارت الكلمات من كلمات الأستاذ صلاح جاهين. طبعا كانت بتربطهم صداقة قوية جدا. طبعا جدا. أول خطوة إحنا سجلت لها حوالي 9 ساعات 8 ساعات ونص تقريبا من كلمات صلاح جاهين. هي تلقي كلمات وأنا ألفت الموسيقى. لي فيلم استعراضي، اخترت 3 كلمات لحنت لها. ده عملنا بروفات وأنا سجلتها بالوقت. البروفات سجلت صوتها عشان تكون عندي احتفاظا. يعني التسجيل اللي مع حضرتك ده كان بروفا ولا كان تسجيل نهائي؟ كان تسجيل بروفا مش نهائي للأسف. رحيلها خلت ما تكملش عمل. أنا سنوات اشتغلت على العمل حتى جيت المصر مع أستاذ يحيى موجي، عملنا توزيع الموسيقى وحطينا الصوت مع جروب الكورال، ولكن هي غنتها صح 100%، يعني كأما تسجيل بصفة نهائية. كان المفروض هيتم وضعها في الفيلم. كانت المفروض تغني ده 3 أعمال. لسه عندي عمل مش طلع للنور، كوبلتين بصوتها ولا؟ بصوتها طبعا، بصوتها موجودة عندي. ممكن من زمن أي وقت من أوقات نختار فنانة تكون فنانة يعني تتلاقي مع سعاد حسني، نعملها ديو. يعني بفكرتي طبعا لازم نستشير بأخواتها وورثة، حتى بالاختيارات هم لازم كمان يكون مشاركين معايا. ذكرياتك عن الأغنية دي عموما، يعني هل كان لها مواقف معينة، كان لها ملاحظات معينة، كانت بتهتم بأشياء معينة في أثناء التسجيل؟ جدا هي تهتم بالحس الكلمة. أنا لما سجلت 8 ساعات بحوالي أسبوع كل الكتاب أستاذ صلاح جاهين، أول ما تحس تعبانة باستوديو أو كلمة ما حسش فيها لما أدت بيقولني هالكوت ارجع حتى اسمها، لا ده مش مزبوط، ده مش مزبوط، أنا أحس تعبان، خلص بكرة نسجل ونمشي بلندن على شوارع عادي، تلبس نظارات دايما ونأكل بسندويتشات والأكل عادي ونرجع. يعني مش عايشة عيشة النجوم. لا أنا بصراحة أنا خطوة اللي كنت أعملها نعمل فيلم عالمي، لأنه
تكون الناس التانية بغرب بيعرفوا قيمة فنانة عظيمة زي سعاد حسني. كان إنتاج ضخم جدا، حتى وقتها استشرنا بأستاذ عمر الشريف، جلسنا معها كي يشارك بالفيلم وهو كان مبسوط جدا. قال أنا للأسف فيلم الواحد عملت إشاعة حب عملت معها وحلو نرجع مع باز، وبحب سعاد جدا. كنت جدا بتفكر ان الفنان عمر الشريف يكون معاها؟ عمر الشريف في 3 شخصيات بالمصر كانت موجود بفيلم العالمي. احنا الفيلم كل الاساس كان بالهوليوود امريكا، وتصويره بهنغاريا وبكردستان، بس طبعا الجزء الأساسي هو كان تصويره بهنغاريا حسب الاستوديوهات اللي اتفقنا عليها، وحتى هي حاضر وحفظ المشاهد اللي عنده، بس ما كانش تحب تظهر ولا تتكلم بالفيلم حتى يخرج للنور. أيوة، لأنه كانت سنوات وقفت على السينما. بين الاختيارات كانت الفنان عمر الشريف موجودة بالفيلم، وشخصيتين تانية بالعمل. حتى أنا قابلتش فنانة وفنان متذكر أساميهم؟ طبعا مين؟ طبعا كانت رغدة مرشحة موجود بالفيلم، وأنا جلست معها مع السيدة رغدة، وفي فنان شاب خالد النبوي، وأنا جيت وجلست معها بقاهرة. وهي كانت موافقة على الترشيحات دي؟ طبعا لازم، كان احنا كل نستشير غير ميل جيبسون، كل تاني احنا مشينا على خطواتها. ولكن في الكلام ده كان سنة كام؟ 2000 و2001 تقريبا. بس احنا كنا نستشير بكل A to Z غير ال3 شخصيات العالمية كان موجودة حسب المنتج الفيلم، حسب الاشياء اللي كان موجودة. ميل جيبسون ومن ضمنها إيرينا باباس ممثلة اليونانية، وفي ممثل تاني، والبرودوسر بتاع الفيلم نفس الفيلم اللي تايتانيك عمل التايتانيك هو كانت اللي أخذه. وجلسنا معها بلندن 3 جلسات، حضرت فنانة سعاد حسني معنا. مدام سعاد نبدأ شوي بالآغات حتى نفتح الصوت. مدام سعاد يعني تقولها شوية هيك دفو أكتر. كده مظبوط. وعجبي نرجع للقصيدة. أنا شاب لكن عمري ولا 1000 عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام. عجبي 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 عجبي. الملحن العالمي هيلكوت زاهر، يعني الحقيقة ان حضرتك مش بس لحنت للفنانة سعاد حسني، ولكن لحنت ايضا للفنان علي الحجار وميادة الحناوي وسميرة سعيد، بعض الفنانين العرب. يعني لحنت لهم اغاني ايه؟ نذكر المستمعين ونتكلم عن هذه الاغاني وعن ذكرياتك حول هذه انا الاغاني. انا اشتغلت مع كثير من فنانات العرب. اول عمل مع علي حجار وليلى فريقي مطربة كردية، عملنا ديو واخذنا عليها جوائز. وعملت كانت ايه؟ اغنية رجعنا لبعضنا. سامحيني المرة دي عشان خاطري انا بعدي غصب عني، واليوم بيفوت سنة من غير ما احسب كلامي. يا حبيبتي قلتلك ازاي بعدك حعيش، ماليش عنك غنى. من چیم کرد با تو عشقم دلاری تو، کات روی بسر چو لرگا عشقی تو، کاتی دوری لیم رازی چیت بی بلی، هر تو
düştüm lekbibimin her din. وعملت مع سيدة ميادة حناوي عملين فيها موطن الأبطال من الحال وكلمات شاعر الكبير العرب محمد مهدي جواهري، وفي أغنية الشهيد لكل الوطن العربي كمان سيدة ميادة الغناوي، كمان فنانة الراقية صديقتي وبحبها جدا سميرة سعيد، ديبا سميرة سعيد، عملنا أغنية رسمية لأربيل. وعملت للفنانة يعني كثير من فنانين مثل جيل الشباب مثل العبود ونور الرحال، وحتى الشحرورة عملت لي شحرورة صباح. عملت ايه للشحرورة صباح؟ أغنية من سنوات بعيدة مش متذكرها والله. أنا دلوقتي صاحب 2000 رو أيوة صاحب 2500 أعمال، يعني واحد ممكن ما يذكرش بعض الأسماء الأغاني. عملت مع فضل شاكر فنان اللبناني المشهور، كانت آخر عمل مع سيدة وردة الجزائرية بالقاهرة، جلسنا واتفقنا مع ابنه جلسنا هنا وبلبنان وقت البرنامج هذا. أنا كمان سيدة راقية وردة الجزائري كتير محترمة، وفي كتير من أعمال ممكن ما أذكره. في فنانات كبار عملنا باتفاقات تانية فيهم ما بيحبوش لأنه في أغاني لسه ما طلع للنور، فما تتكلمش عليها قبل ما تظهر للنور. أيوة صح. أهم الجوائز اللي حصلت عليها ويعني كان لها مكانة عندك ممكن نقول إيه؟ حصلت على جائزة 2012 على أور اسطنبول، تقريبا أكبر جائزة بوطن عربي والشرق الأوسط، تكون أحسن ملحن ب 2012 لكل الشرق الأوسط من ضمن البلاد العربية وتركيا وأفغانستان، وده جائزة كبيرة لها قيمة. وأخذت جائزة الجندي المجهول بهنغاريا، وأخذت 3 مرات جائزة على أغاني العربية، وأخذت جائزة للموسيقى التصويرية لرمضان، وأخذت الجوائز لمحطات السياسية مثل الروداو بكردستان ومحطات الثانية، وأخذت من منظمة العفو الدولي جائزة كبيرة كمان على أغنية السلام محبة وسلام. ولحق المرأة أخذت 3 جوائز ما شاء الله الحمد لله، يعني جوائز الحمد لله. تاريخ في الجوائز مشرف كتيرة موجودة كلها على نت والحمد لله. وأخذت جائزة بحبها قوي، تقريبا أول جائزة بالمصر أخذتها من دكتورة إيناس بدار الأوبرا، إيناس عبد الدايم. أيوة. دكتورة إيناس عبد الدايم، نعم، بعثت التحية ست عظيمة بحضور الأستاذ علي بدر خان، كانت معايا وكم أشخاص من فنانين. ده كان في سنة كام؟ بسنة 2006 أعتقد 2006 أو 2007. ده أول جائزة تحصل عليها في مصر؟ في مصر أول جائزة حصلت عليها بمصر، ودي شهادة لسه موجودة عندي بحتفظ فيها دائما، لأنه كانت بالنسبة لي جوائز بالمصر حلم، لأنه بحب المصر ومتأثر بالفن المصري أنا بأعمالي. وسجلت أكثر من 750 أغاني بمصر مع أستاذ يحيى موجي كل الأعمالي. بقية تاني بكذا بلاد، تركيا ولبنان وألمانيا. بتعتبر أشهر أغانيك اللي ممكن تكون معروفة للجمهور المصري إيه؟ يا حياة الروح بالنسبة فضل شاكر، ده أغنية مشهورة جدا. في أغاني كتيرة والله، يعني ممكن تكون معروف على نطاق خارج جمهورية مصر، لكن داخل مصر هي أغنية المطرب فضل شاكر. فضل شاكر، وإن شاء الله أغنية سعاد حسني إن كل الناس راح تحبها، لأنه أغنية مهضومة جدا، دم خفيف، مثل طبعا كلمات الراحل صلاح جاهين، أداء سعاد حسني أكيد يعني أكيد. واللحن مميز كمان. شكرا الله يخليك. وعندي ببلدي يعني كل المطربين ومطربات يعني اللي أنا اشتغلته تكون مشهورة بساحة، تكون توب، هم الأساس يعني. وبلاد الثانية كمان اشتغلت مع فنانين الأتراك وأفغانستان وإيران وماليزيا وأثيوبيا، ومطربة كبيرة خارس ألكسو. حضرتك يعني لفيت العالم تقريبا. وفنانة كبيرة يعني خارس ألكسو، مطربة عالمية، مطربة يونانية تعتبر من
أكثر 20 مطربات اللي موجودة على الساحة العالمية. واشتغلت مع توانسة في مطربة لميات جمال معايا حاليا بالقاهرة بزيارة، واشتغلت مع مطربين سوريين والمغاربة وجزائر، يعني كل البلاد العربية تقريبا، وأردن ديانا كرزون، اشتغلت مع ديانا كرزون بأردن، وفنانات جيل جديد إليس فرح وحسنة مطر بلبنان، كتير يعني في كتير ما شاء الله. حاليا 2500 أعمال عبرتها، يعني تقريبا الرقم القياسي بالوطن العربي حاليا. المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم العفو الغفور. الملحن هيلكوت زاهر، يعني اسمح لي اننا نعود للوراء، نعرف حضرتك نشأت فين، اتعلمت الموسيقى فين، درست ايه؟ تولدت بمدينة سليمانية بكردستان العراق، خريج معهد فنون جميلة قسم الموسيقى، بعدها رحت على ألمانيا، درست الماجستير في موسيقى بألمانيا، موسيقى جرافيك، وأنا عازف أوبوا على طبيعتي الشخصية مثل عبد الحليم حافظ. عشقت الآلة دي، حبيتها، يعني ليه اخترت الآلة دي بالتحديد؟ والله حبيتها. ولا هي اللي اختارتك زي ما اختارت الفنان عبد الحليم حافظ؟ يعني أنا حبا ليها واخترتها، مش عارف ليه الآلة دي بتحتاج تنظيم نفس ونفس قوي، ويعني لها مواصفات خاصة. حضرتك مثقفة جدا فنيا. صح. بعدها رجعت لدولتي، عينوني مستشار لرئيس الوزراء 8 سنين برئاسة الحكومة في العراق. نعم 8 سنين كنت برئاسة الحكومة مستشارا لشؤون الفنية وثقافية. حبيت الفن منذ صغيري، أكيد كمان سعاد حسني لها تأثير بالنسبة إلي. أول مرة تتذكر إنك عرفت الفنانة سعاد حسني؟ بفيلم أميرة حبي. أنا كنت 5 سنين وشوية، دخلنا السينما شفنا الفيلم. ده الفيلم كان عمل ضجة كبيرة، حبيتها بقى من لحد اليوم. أنا بحب فيلم أميرة حبي، أنا أجمل فيلم بحياتي. ممكن شفته أكثر من أفلام الأمريكية 2000 فيلم، وفيلم هندي وفيلم يعني كل اللغات، وفي أفلام المصرية شفتها، ولكن حبيتها من أول نظرة وتعلقت فيها. كلميني بقى بصراحة، أنت ليه عملتي كده؟ انت عارف عايزة تبعدي عني عشان مصلحتنا احنا الاتنين. تعتقد اني ممكن استغنى عنك بعد كده؟ طب بس والحل؟ انت تقدري تستغني عني؟ مش عارفة. والحل؟ مفيش حل قدامنا غير اننا نتجوز. نتجوز؟ مش ممكن، انت مرتبط. اصلك ما تعرفيش ظروفي. عارفاها. كانت غلطة كبيرة في حياتي، بدفع ثمنها كل يوم وبخسر كتير كل يوم، بس ما كنتش فاكر الغلطة دي ممكن في وقت من الأوقات تخليني أخسر أروع شيء قابلته في حياتي، أنتي. أرجوك يا عادل بلاش الكلام ده، أرجوك ما تحاولش تصلح الغلطة بغلطة أكبر منها. بالعكس، شعوري ناحيتك هو الحاجة الصح الوحيدة فيا. ليه بس كده يا ربي؟ عارفة يا أميرة، يوم ما كلمتيني كنت فعلا نكدي وكشر، دي كانت حياتي. جيت انت رجعتي لي ضحكتي، ومن ساعتها وانا بعتبرك مسؤولة عني. حتى بنتي اسمها زوزو، وبنت اخويا سميتها على سندريلا، وعندي بنت تانية اسمها فاتن. ده على اسم الفنانة سيدة الشاشة العربية لأنه قابلنا بعض ب 2015 الفنانة فاتن حمامة. أيوة بلبنان، هي كانت بالتكريم وكرموني أنا. لما أنا رحت على المسرح قدمت لروح سعاد حسني، وعجبت الموقف، كلمني قال أنت من وين؟ قلت له من كردستان. قال ليش قدمت؟ يعني أنا عجبني كلامك.
وقلت أنا عشان بحب سعاد حسني ومعجب بفنك كمان، وبعرفك أنت سيد الشاشة العربية فاتن حمامة، وعجب لأنه مختلف بالنسبة له. أنا ليست عربيا، أنا كردي. وعجب الموقف وعدت كان ردها عليك إيه؟ والله كانت يعني شفت عادية، ولما قلت لها أنت سيد الشاشة العربية وبعرف أفلامك وبحب ده أفلامك وبعرفك هيك، بس قدوتي بالحياة مثل على بالفن بالنسبة إلي سعاد حسني. وقال أنا قلت له بعدها حضرتك بالسينما. أنا اللي بشوف يعني كانت وقت سعاد حسني كان النكبة الأولى لمصر، وبعد فترة اللي ما كان موجودة فنانة فاتن حمامة، ورجعتها اللي كانت في فيلم حسب اللي سعاد حسني كمان كلمني بالحكاية. خيط الرفيع كانت مرشحة سعاد حسني تمثل. بعدها لما رجعت سيدة فاتن حمامة الفيلم انتقلت إلى سيدة فاتن حمامة، بلشت الحساسية شوية. ولكن أنا بقول مش عشان بحب سعاد حسني وفاتن حمامة، لا أنا بتكلم على الجرأة في إنك تقول لسيدة الشاشة العربية أن سعاد حسني تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لك ثم تأتي. أنا قلت لها بكثير من مقابلاتي، قلت لها بكل مقابلاتي، وهي قبلت كلام بالصيغة تواضعة، وقلت أوعدك أنا أسمي بنتي فاتن، وقد كان وصارت فاتن بنتي زوزو الأولاني وفاتن تانية. وبحيز بعض الأوقات لي زوزو أكثر بالبيت حتى. هي سنها قد إيه؟ سنها 7 سنين زوزو، وفاتن صارت 4 سنين فاتن. ما شاء الله ربنا يحميهم. أهم ما يتميز به العراق، المكان اللي نشأت فيه، أهم سماته، أهم الصفات اللي اكتسبتها منه. أنا تعلمنا ببلدنا يعني بكردستان بسليمانية تحديدا، الشعب مثقف بيحب الفن، الصدق والطيبة، وتكون بسيطة مع كل الناس. وأنا إنسان بسيط جدا جدا جدا. دايما لما بيقولوني أنت رشحت لي فلان جائزة، ما كتير يعني ملتزمة بالجوائز، في كتير من الجوائز ما بحضر يعني إلا تكون فيها شيء صيغة رسمية. إحنا شعب بنحب كل الشعب، وكشعب الكردي حرمنا من كتير أشياء كحقوقنا. أنا لما صرت ملحن ألفت كتير أغاني وطنية تاريخية على بلدي كأعرفها أكتر على ناس. وعندنا أسماء كبار بالمصر أكرات زي فنان محمود المليجي وأحمد شوقي، جذورهم أصلا كردي. نعم، محمود المليجي كان يتكلم كردي شوية كمان. أحمد شوقي أمير الشعراء كمان من كردستان. نص جزء سعاد حسني كردية من أبوها كمان. يمكن ده سبب ارتباطك بيها فنيا؟ لا والله ده أنا عرفتها بعد. وعلي بدر خان مخرج الكبير أحمد بدر خان له جذور، هم أكراد. وفي فنانة كمان محبوبة قوي بدور الخدامات بالفيلم كمان، دي كردية، وداد حمدي. فيها عائلته لسه موجود من شجرة أبوها، مش من أمها. موجودة عندكم؟ موجودة أيوة في كردستان. في كردستان بمنطقة اسمها زيارة. أحفاد من أخو جدها موجودين. وفي درية أحمد الصحفي المعروف دي كمان كان كردية. في ناس كتير يعني منهم. واضح إن هم حققوا نجاحات، وخاصة يمكن في مصر أو على المستوى الوطن العربي. هو مصر بلد الفن، الدنيا أكيد. نجاح بوطن عربي لازم تكون رجلك تكون موجودة شوية بالمصر. وأنا كمان أثرت في الموسيقى المصرية والفن المصري. نص النجاحات يعتبرها من مصر، لأنه يحيى الموجي هو موزع الرئيسي معايا بالأعمالي. كل الأعمال أخذت جوائز 90% من توزيع أستاذ يحيى موجي. مين من المطربين المصريين حضرتك بتحبهم؟ أو نجاة يعني الصغيرة أولا، وعبد الحليم حافظ بصوت الرجالي أولا. بحب الاثنين أكتر صوتين. حضرتك أتيت إلى مصر في زيارة قصيرة، ويعني بنتمنى إنك تعود مرة أخرى ويكون في أعمال تقدر تقدمها. إيه اللي بتتمنى إن أنت تحققه في المرحلة القادمة؟ والله بالنسبة للموسيقى تقريبا حصلت اللي تمنيته بحياتي الحمد لله. أشكر ربي بكل نجاحات وكل اللي حصلت. وكانت حلمي أخذ الرقم القياسي حسب السيستم الفرنسي،
أخذت ده كمان، والحمد لله مبسوط باللي وصلت فيه. الحمد لله. يعني احنا بنتمنى لك مزيد من النجاح، مزيد من الأعمال الناجحة على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى العالمي. كل الشكر للملحن العالمي هيلكوت زاهر، وبنقول لك زيارة سعيدة في مصر، ونتمنى أن تتكرر بإذن الله. شكرا، أنا سعيد جدا 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 بلقائي معك. حضرتك شخصية طيبة ومثقفة أوي 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 أوي، وبسطت كتير كتير بهذا اللقاء، وإن شاء الله بمشوارات وزيارات تانية نلتقي أكثر وأكثر ونتكلم أكثر. شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.